السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي الاقتصاد نعمة. النهاردة إن شاء الله هنطبخ مع بعض الرز الفلاحي والرز البسمتي. أنا هطبخهم في نفس الحلة، تقريبا نفس المقاس. وده الرز الفلاحي وده الرز البسمتي. من اول طبعا النظرة الاولى بعرف ازاي شكله، يبقى هو ده الرز البسمتي. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الرز الفلاحي بتاعنا النشا بتاعته كتير، نشته بتميز ان فيه كمية نشا كبيرة جدا. وانا لما باجي اطبخه عندي انا كوباية الرز اهو، بعد ما بنقيها ونضفها وبغسلها واجي اطبخها بحط كوباية الرز عليها كوباية مية. ولكن الرز البسمتي الكوباية اهيت بعد ما انقيها واغسلها وانضفها، اما اجي اعطيها اطبخها احط على كل كوباية رز بسمتي كوبايتين مية. ده الفرق، قلنا بياخد مية كتير. هلاقي السعر الرز المصري مثلا الكيلو ب30 جنيه، الرز البسمتي بيبدأ من 60 جنيه. اقول الرز البسمتي غالي جدا، اجيب رز بسمتي ازاي؟ انا بالنسبه لي الاتنين واحد، مفيش اي اختلاف، لان الكوبايه بحط عليها كوبايه ميه فبتديني كميه رز، او الانتاج الرز كميه عاديه. لكن الرز البسمتي بحط على الكوبايه كوبايتين ميه فبتديني الضعف. يعني انا الوجبه بتاعتي لو هي بتناول كوبايه رز، مثلا لو جبت كوبايه رز اطبخ في الرز البسمتي نص كوبايه رز بسمتي تديني نفس المقدار ونفس الحجم بتاع كوبايه الرز اللي هي الفلاح. هغسل ان شاء الله واعلق عليها ونشوف هنعلق عليها ازاي. دلوقتي بعد ما غسلت الرز الفلاحي والرز البسمتي، هاجي دلوقتي هطهيه ازاي؟ انا قلت الرز اللي هو البسمتي بتحط له كوبايتين ميه بنفس الكوبايه اللي انا معايره بيها. ده واحد، وادي التاني. الرز اللي هو الفلاحي على كل كوبايه رز كوبايه ميه. بعد ما حطيت لكل كوباية رز كوباية مية، وده كل كوباية رز بسمتي كوبايتين مية، بحط الملح وبحط معاها كركم، لان انا عايزاه الرز يكون لونه اصفر. طب انا عاوزاه اللون اصفر ليه؟ علشان استفيد اولا اللون يبقى شكله كويس، وفي نفس الوقت ان انا بستفيد من الكركم فوائده ان هو مقوي للأعصاب. الاتنين زي بعض. بعد كده بحط نص معلقة سمن للرز المصري، نص معلقة سمن للرز البسمتي. بعد كده أول لما يغلي أوطي عليه ويستوي ونشوف هيتقدم ازاي ان شاء الله. بعد ما سوينا الرز نشوف كده ونقارن بينهم، نلاقي زي ما احنا شايفين ده الرز المصري، تبصوا تلاقي ملزق شوية كده ببعضه علشان طبعا كمية النشا اللي موجودة فيه. ونشوف الرز التاني البسمتي، الرز تبصوا تلاقيه مفلفل وجميل، وزي ما انتوا شايفين كده، شايفين الحلة ده كوباية وده كوباية. فالبسمتي طبعا انا لو مش عاوزة اتخن وعايزة اعمل رجيم باكل رز بسمتي. لكن لو انا عندي طفل بقى مسلوع رفيع وعايزة امليه شوية اكله من الرز المصري. وهنشوف دلوقتي الرز هيتقدم ازاي. وكده بنقدم الرز ده الرز المصري، طبعا الكمية شكلها اقل، وده الرز البسمتي، وطبعا كمية واضح انها متزايدة. وهناكل معاها بقى ان شاء الله الفراخ المسلوقة ومعاها شوربة، يعني نحاول نغير
ان شاء الله بدل ما طبيخ كل شوية. وبكده يكون انتهينا، والى اللقاء في فيديو اخر.